فاش كتجي تقلب على الثروه ديال عزيز اخنوش اغنى رجل في المغرب دابا كتلقاها كتقدر ب 1.7 مليار دولار حسب مجله فوربس، كامله جايه من شركات مغربيه اللي كيرتكز النشاط ديالها بشكل اساسي في المغرب. وباش تفهم شحال كبير وخيالي هذا الرقم، تخيل معايا انك الا جمعتي دولار في كل ثانيه غتقدر تجمع مليون دولار في 12 يوم، ولكن باش تقدر تجمع 1.7 مليار دولار اللي هي الثروه ديال اخنوش غيخصك اكثر من 53 عام وانت كتجمع دولار في كل ثانيه. المذهل في هذا الشيء هو ان هذه الثروه ديال 1.7 مليار دولار بدات بحانوته صغيره بداها الحاج احمد بات عزيز اخنوش في الثلاثينات ديال القرن الماضي، وتطورات باش تولي دابا واحد من اكبر لي هولدينغ في القاره الافريقيه وهو الهولدينغ ديال اكوا. في هذه الحلقه ما غندويوش على اخنوش السياسي رئيس الحكومه اللي كلشي كيعرفو، ولكن غندويو على الجانب الاخر ديالو، رجل الاعمال العبقري اللي قدر يضاعف الثروه اللي خلاها الاب ديالو ويتصدر قائمه اغنياء المغرب لسنوات طويله منذ موت رجل الاعمال ميلود الشعبي الله يرحمه في عام 2016. ولحد الساعه اكوا كتعتبر من لي هولدينغ القلال اللي كيعرفوا ديما كيفاش يزيدوا ويضاعفوا الارباح ديالو. واخر مثال هو الموديل الخطير اللي طبقوه في لي ستاسيون افريقيا، بلاصه ما تدخل ستاسيون ديال افريقيا خصوصا لي ستاسيون اللي كيكونوا في لوطوروت ولا الطرق السريعه ودير فيها غير ليسانس وتخرج. افريقيا ولاو كيبنيو مجمعات تجاريه ضخمه في هاد لي ستاسيون، كتلقى فيهم بلايص ديال الجيمين، كتلقى فيهم دي ريستو ديال الماكله، كتلقى فيهم دي كووركين سبيس اللي بغيتي تخدم، كتلقى فيهم قهاوي اودغام واي مرفق ولا حاجه ترفيهيه تقدر تحتاجها. وباش تكمل هاد التشكيله اكوا شرات الفرانشيز ديال اسبريسو لاب ودخلتها للمغرب باش من جهه نفس ستاربكس والمارشي المتصاعد ديال لي كوفي شوب في المغرب، ومن جهه اخرى انها دير اسبريسو لاب في كل محطه ديال افريقيا باش اللي عمر ليسونس يدوز ياخذ شي قهيوه. اكوا كتطبق في نفس الاستراتيجيه اللي خلات ابل اكبر شركه في العالم، وهي استراتيجيه ديال ليكو سيستيم. من ورا ستاسيون ديال ليسونس ومن ورا القهوه افريقيا دارت براند متخصصه في العصائر اللي هي كو سموذيز، ثم دارت ابليكاسيون اللي كتخليك تربح نقاط على الليسونس اللي كديرو في افريقيا، وبهاد النقاط تقدر تخلص القهوه ولا العصير ديالك. وهنا كندويو على لابليكاسيون كنزاب. ثم دارت شراكات مع دي ريستو بحال ليت الماما باش يحطوا المطاعم ديالهم في لي ستاسيون ديالها، ثم مع دي كووركين سبيس بحال كومنز باش يديروا لي كووركين سبيس ديالهم في لي ستاسيون ديالها، يعني مجمع كامل متكامل فاش كتدخل ليه ما كتبقاش تخرج. وبهاد الفكره اكوا خلات لي ستاسيون ديال ليسونس ديالها يوليو بقره حلوبه كتطبع بهم الفلوس وكتضاعف بها المداخيل ديالها. وهذه غير وحده من بزاف ديال الافكار الابداعيه اللي طبقهم الهولدينغ ديال اكوا في السنوات الاخرى. فكيفاش وصلت اكوا لهذا الحجم وكيفاش قدر عزيز اخنوش يحولها من شركه كبيره لامبراطوريه ضخمه كتقيس في كاع لي سيكتور الحيويين ديال المغرب؟ الاصل ديال هذه القصه ديال اكوا وديال عزيز اخنوش غترجعنا للقصه ديال با الحاج احمد اخنوش. الحاج احمد زاد في بدايه القرن اللي فات في مدينه تفراوت، مدينه في جنوب المغرب على بعد 170 كيلومتر من اكادير. طفوله الحاج احمد كما اغلب المراحل الاخرى ديال حياته ما كنعرفوش عليها بزاف ديال الحوايج، ولكن نقدروا نتصوروا كيفاش الحياه غتكون في ذاك الوقت في مدينه صغيره ومنعزله بحال تفراوت، في الوقت اللي المغرب اصلا كان كيعيش ظروف صعبه في كاع القطاعات الاقتصاديه. مع وصوله للعشرينات الحاج احمد قرر بلي خاصو يخرج من هذه العزله ويدبر على راسو في شي بلاصه اخرى، والمحطه الاولى كانت هي مدينه اكادير. اكادير طبعا كمدينه هي كبر بزاف من تفراوت، هادشي علاش تقدر تقول مع راسك ان احمد اخنوش اللي كان في ذاك الوقت شاب باقي في العشرينات غيكون تبهر بالحياه والحضاره في اكادير. ولكن في الحقيقه ماشي هادشي فعلا اللي وقع. بمجرد وصوله للمدينه احمد عرف ان اكادير ما غتناسبش الطموح ديالو، وعلى الرغم من ان الحركه والعجله الاقتصاديه فيها صراع بزاف من تفراوت، ولكن ما غيقدرش يمشي فيها بعيد في المستقبل. وهنا فين غيقرر يشد الكار ويهبط هذه المره للدار البيضاء، وهنا فين احمد اخنوش غيتبهر فعلا بسرعه الحياه في كازا وكيفاش العجله الاقتصاديه كتدور بسرعه فائقه في هذه المدينه مقارنه مع داكشي اللي شافو في تفراوت واكادير. واحمد ما تعطلش بزاف باش يندمج في هذه المدينه اللي كان كيشوفها عامره بلي زوبورتونيتي. وكعاده الامازيغ اللي معروفين بالكفاءه والدهاء ديالهم في التجاره والتعامل مع الناس، اول حاجه فكر فيها الحاج احمد هي انه يدير حانوته صغيره، وفعلا بنى اول حانوت ديالو في كازا في عام 1932. وفي 10 سنين فقط الحاج احمد قدر انه يحول هذه الحانوت ديالو لسبعه الحوانت كبار في كازا، وبدا كيستثمر في مجالات اخرين بحال الصيد والرخام. الامور كامله كانت غادا مزيان، والبيزنس ديال الحاج احمد كان غادي وكيكبر. العائق الوحيد اللي وقف في وجه التطور على ما يقال هو القيم والمبادئ الوطنيه ديالو في ذاك الوقت. الحاج احمد كان مقاوم كبير ورفض انه يقبل او يندمج مع نظام الحمايه الفرنسيه في المغرب، وهذا الشيء كلفو سنوات ديال الحبس وديال المشاكل مع المستعمر الفرنسي في ذاك الوقت. امور بقات هكا حتى العام 1956 العام اللي غيستقل فيه المغرب وغتبدا فيه حقبه جديده كليا في البلاد. وهنا خلينا نحل واحد القوس ونسولك، في نظرك فاش كتستقل شي بلاد على المستعمر ديالها واش هذه كتكون حاجه ايجابيه من الناحيه الاقتصاديه، يعني الظروف المعيشيه ديال الناس كتبدل وكتولي احسن، ولا العكس كتولي اسوء من الاستعمار؟ والجواب هو ان استقلال اي دوله كيكون غالبا مدمر لها اقتصاديا في السنوات الاولى، لانها بكل بساطه ما كتكون عارفه ما دير. المغرب كما غيرهم من البلدان اللي دوزوا الاحتلال كان محكوم اداريا واقتصاديا واجتماعيا من الجنرالات والحكومه الفرنسيه، وبالتالي فاش خرجت فرنسا خلات المغرب عامر بالصراعات، منهار اقتصاديا، ونسب الفقر والبطاله وصلوا لمستويات قياسيه. وفي
بحال هاد الظروف هي فين كتبناو الثروات وهي فين كتصنعوا الاغنياء. الحاج احمد شاف في هاد الظروف الفرصه المثاليه ديالو باش يدير سميتو ويفرضها بين الرؤوس الكبار، وانه خصو يكون واحد من رجال الاعمال اللي غتثق فيهم الحكومه الجديده في اعاده بناء البلاد. المغرب كان عنده خصائص في كاع المجالات الاقتصاديه، من الشركات المصنعه لشركات التوزيع للشركات ديال القطاعات الحيويه والطاقيه في البلاد. هاد الشيء علاش في عام 1959 الحاج احمد تشارك مع واحد من صحابه احمد وكريم وقرروا ياخذوا خطوه مهمه باش يفرضوا راسهم كجزء من اعاده بناء الاقتصاد ديال البلاد، واسسوا اول شركه مغربيه ديال توزيع البترول باسم افريقيا. الشركه جات في الوقت المناسب لان المغرب كان في امس الحاجه لشركه مغربيه اللي تكون كدير هذا الدور ديال توزيع مصادر الطاقه. هاد الشيء علاش الشركه اللي اسسوها الصحاب بجوج عرفات منذ السنوات الاولى ديالها نجاح كبير وسريع بزاف، وموالين الشركه احمد اخنوش واحمد وكريم ما تردوش في انهم يسيروا هذا التطور ويزيدوا يوسعوا الشركه ديالهم اكثر فاكثر. ففي عام 1962 الصحاب شراو اكبر ديبو ديال ستوكاج ديال البترول في المغرب، وفاش شافوا ان البلاد محتاجه حتى لمصادر الطاقه الاخرين قرروا يزيدوا يوسعوا النشاط ديالهم ويطلقوا شركه جديده باسم افريقيا غاز متخصصه في توزيع الغاز الطبيعي. وفي السنوات القليله اللي وراها افريقيا استمرت في التطور ديالها اكثر واكثر، وزادت توسعت النشاط ديالها لتوزيع باقي المحروقات ومشتقات البترول، تاسيس فروع جديده ديال الشركه اللي مختصه في الاداره وعمليات النقل واللوجيستيك، والاستثمار في التحديث ديال الماكينات ديال الشركه بشكل مستمر. ايضا باش اخنوش وكريم يجمعوا النشاطات ديال كاع هاد الشركات داروا هولدينغ كيجمعهم كاملين سماوه اكوا، واللي كيجمع الحروف الاولى ديال السميات ديال المؤسسين ديال الشركه، اكا نسبه لاخنوش ودبليو ا نسبه لوكريم. ولكن كما كنقولوا الحياه ما يمكنش تعطيك بلا ما تاخذ منك والو. وفي عام 1960 الحاج احمد اخنوش غيعيش حدث دراماتيكي اللي غيقلب ليه حياته للابد. في عام 1960 واثناء تواجد مراته وولادو بجوج عبد الله وصلاح الدين في اكادير، المدينه عرفت احد الاحداث الاكثر سوادا وحزنا في تاريخ المغرب، الزلزال المدمر ديال اكادير. الزلزال اللي وقع في نهار 29 فبراير 1960 كان اكثر كارثه طبيعيه فتكا وتدميرا في تاريخ المغرب، وتسبب في موت 15000 واحد اللي كان كيقارب الثلث ديال سكان المدينه في ذاك الوقت. بسبب هذا الزلزال الحاج احمد خسر ولادو بجوج عبد الله وصلاح الدين، وتم انقاذ الزوجه ديالو باعجوبه. ومن وراء عام من الزلزال وفي ظل هذه الظروف الكئيبه غيتزال عزيز اخنوش في عام 1961 باش يولي الابن البكر ديال عائلته ويتحمل مسؤوليه تعويض والديه على خوته اللي مشاو ومساعده الاب في اكمال المسيره الناجحه ديالو في البيزنس. عزيز من وراء ما قرا وخدا الباك ديالو في المغرب مشى لكندا باش يكمل قرايته تماك، وهنا فين غيجيب افكار جديده غتعاونو يطور الشركه ديال باه. عزيز اذا التحق بجامعه كيبيك اللي خدا فيها الام بي اي ديالو في عام 1986، ثم رجع للمغرب يشد اداره شركه اكوا في بدايه سنوات التسعينات. مع تولي عزيز اخنوش رفقه خوه عبد الهادي وعلي وجمال وكريم تسيير شركه اكوا، بدات كتاخذ الشركه منحى ومسار اخر ديال التطور. ففعلا المؤسسين الاولين ديال الشركه احمد وكريم واحمد اخنوش قدروا من الزيرو يبنيو الشركه ديالهم ويوصلوها للقمه، ولكن عزيز اخنوش غيبين انه كان اكثر ذكاء وغيخلي اكوا تستغل امكانات جديده كاينه في السوق المغربيه. البرانسيب الاول اللي غيعتمد عليه عزيز اخنوش هو ان الثروه بلا سلطه كتخليك ديما معرض للخطر. هذا الشيء علاش الاولويه الاولى ديالو كانت هي التقرب من السياسيين ديال البلاد وتقديم الخدمات ليهم فاش يحتاجوه. ومع مرور الوقت العلاقات ديال عزيز اخنوش بدات كتكبر حتى وصل للدريس البصري اللي كانت الذراع الايمن ديال الملك الراحل الحسن الثاني. وفي بدايه الالفينات عزيز اخنوش عرف بذكاء كبير انه يواكب التغيرات السياسيه الجذريه اللي كانت في البلاد، بحيث انه في الوقت المناسب عرف يبعد على دريس البصري اللي ولا منبوذ من القصر تحت قياده الملك الجديد محمد السادس. ثم دخل الانتخابات الجماعيه في جهه سوسمه الصدراء في عام 2003 اللي ربحها ولا رئيس ديال مجلس الجهه. في عام 2007 عزيز اخنوش غيدخل الحكومه وما غيعاودش يخرج منها، بحيث تولى منصب وزير الفلاحه والصيد البحري في حكومه عباس الفاسي، ثم بن كيران، ثم سعد الدين العثماني، ثم ولا رئيس الحكومه من وراء فوز الحزب ديالو بالانتخابات التشريعيه ديال عام 2021. البرانسيب الثاني اللي اعتمد عليه عزيز اخنوش هو استثمر مزيان في الميديا والصحافه باش تقدر ديما تلمع الصوره والسمعه ديالك قدام الناس، وهذا الشيء اللي دار عزيز اخنوش من خلال شراء الوكاله الاعلاميه كاركتير اللي كانت كتضم 5 صحف اخباريه، ثم شرى نسبه كبيره من صحيفه ليكونوميست. ولا بغيتي تعرف لأين درجه هذا البرانسيب مهم ما عليك الا تشوف هذا الدياغرام اللي درتو لو ديسك في عام 2017 واللي غيبين لك ان الميديا كاملين ديال المغرب كتلقاو راهم شي هولدينغ كبير، وماشي غير في المغرب غتلقى نفس الحاجه في العالم كامل. والبرانسيب الثالث هو ديما دور راسك بشباب اللي غيعطوك افكار جديده ويخليوك ديما تقدر تساير العصر، وهذه اكثر حاجه مميزه في عزيز اخنوش على رجال الاعمال الاخرين اللي من الجيل ديالو. فاش غتجي تشوف مثلا غتلقى عزيز اخنوش كينفيستي بزاف في الديجيتال، سواء مع الشركه ديالو اكوا ولا حزب التجمع الوطني الاحرار اللي كترأسو ولا حتى الحكومه من وراء ما ترأسها. وهذا الشيء كيأكد لك ان السيد كيامن بالافكار الجديده. هذا الشيء من غير لي زينوفاسيون اللي كيحاول ديما يدخلها ويجربها في المغرب، بحال لابليكاسيون ديال الباي باك كنزاب والاستثمار في الاعمال الاجتماعيه وتشجيع المقاولات الصغيره كما كيديروا رجال الاعمال الكبار في امريكان والدول الاوروبيه. هذا ما كان.